السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. يوم حدوث زلزال تسونامي، وتحديدا قبل حدوث الزلزال بدقايق كان الشباب والبنات قاعدين على البلاج منطلقين مطبقين من ليله امبارح، ما كفاهمش معاصي الليل، كمان عايزين يوصلوا الليل بالنهار في معصيه ربنا. كان في واحد واقف بيصور بكاميرا من على سطح عماره قدام البلاج، قاعد يصور البنات والشباب وفرحان، والكل فرحان ومنطلق. لما جت اول موجه عاليه ما حدش توقع انها زلزال، كله فرحان وكله تلقاها ببهجه، وفي لحظات كان كل حاجه انقلبت. كان موج ورا موج، كل موجه اعلى من العماره، كل موجه رساله غضب من ربنا، كل موجه رساله انتقام من ربنا، كل موجه رساله تهديد لكل عاصي من ربنا. وفي خلال دقائق كان مفيش ولا واحد على الشط ولا في عماره ولا على سطح عماره الا وجثه خامدين والعياذ بالله. اي واحد من الشباب دول وهم مسافرين من بلادهم، سواء كانت بلاد الخليج ولا اي بلاد تانية، لما كان حد يسالهم على فين يا شباب، رايح على فين، كان يقول له رايح اعيش حياتي، رايح استمتع بحياتي، وما هوش عارف ان هو رايح يضيع، رايح ينتهي، رايح يتدمر. يا شباب على فين يا شباب؟ على فين يا بنات؟ على فين يا شباب أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا عايزك تعرف وعايزك تعرفي، أنا عايزكم تعرفوا يا جماعة، قبل ما تمشوا في أي طريق لازم تعرفوا الأول أنتوا رايحين على فين. قبل ما تاخدوا قرار هتمشوا في الطريق ده ولا في الطريق ده، في حد يسيب ربنا؟ سايبين ربنا ورايحين على فين؟ سايبين البيت ربنا ورايحين على فين؟ سايبين دين ربنا ورايحين على فين؟ في حد عاقل يختار بنفسه إنه يمشي في طريق آخره ضمة قبر تضيق أضلاعه وتختلف اليمين في الشمال والشمال في اليمين؟ في حد عاقل يسيب النظر لوجه الله وابواب الجنه المفتحه ويختار مقامع الحديد في جهنم؟ في حد عاقل يختار انه يقف فيه الحر في 50,000 سنه يوم القيامه ويسيب ظل عرش الله ويشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا شباب انا عايزكم تختاروا، هدف السلسله دي انكم تختاروا. انا بكلم مين؟ انا بكلم كل واحده سابت معاصي زمان ولسه ما تابتش منها، سابت بس ما تابتش. بكلم كل واحد فاكر ان الالتزام مجرد ان انا صليت ركعتين انا بكلم الجميع، بكلم اللي بيروح الاف بي اي. لما شاب صاحبنا راح لشاب في الاف بي اي راكب في عربيه مع بنت، فدخل راسه فجاه كده قال له انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ الولد اتسرع ساب البنت وقال له والله انا تبت بس انا اول يوم ارجع النهارده، خلاص دي رساله من ربنا انا مش راجع تاني. اهو ده بالظبط يا جماعه، السلسله دي رساله من ربنا عشان ما نرجعش تاني، رساله من ربنا عشان نفوق يا شباب. انا بكلم اللي بيقول توب، سيب، لا، الليله في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى معانا يا جماعه ان شاء الله نوصل لربنا سبحانه وتعالى. انا بكلم مين اللي بيكلمكم؟ اللي بيكلمكم واحد مش عايز لكم غير الخير، مش هيخدعك، مش عايز اي حد يضيق عليه الامر ابدا في الدنيا او في الاخره. اللي بيكلمكم فعلا هو يا جماعه اللي لما بينصحكم بتوع الدين. الكورس ده معمول عشان كلمه الحق، مش معمول عشان حد يخدع الناس. احنا بنكلم مين؟ بنكلم الشباب، بنكلم الشباب اللي تايه في الدنيا كلها ما بين الراب والجاز والميتال ما بين البنات وما بين القهاوي وما بين النوادي بنكلم الشباب بتوع أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. على فين يا شباب؟ على القهوه، رايح اعمل، رايح اسهر ورايح اعيش حياتي. يا ابني انت تقدر تستحمل 5 ساعات نظره غضب من ربنا سبحانه وتعالى ليك وانت قاعد القعده ديت؟ على فين يا شباب؟ رايح على الساحل انا واصحابي رايحين نجيب المخدرات اللي هنشربها الليله. انت عارف عقوبه المخدرات ايه في القانون؟ لا، في جهنم والعياذ بالله. على فين يا شباب؟ عندي ميعاد مع صاحبتي اللي بحبها وبتحبني. طب انت حبيب قلبي، حبيبك ربنا اللي اغلى من اي حد، تغضبه ازاي؟ على فين يا شباب؟ على الريال تي في رايح اتفرج على التصفيات بتاعت الستار اكاديمي. طب وربنا ومن ربنا بالستار اكاديمي؟ على فين يا بنات؟ على الكوافير اعمل شعري تسريحه تجنن الشباب وتجيب لي احسن عريس، ما جابتش للبنات غير الهم والعنوسه والعياذ بالله. على فين يا شباب؟ انا رايح على النادي اعيش حياتي. يا ابني حياتك لسه ما بداتش، يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك في الجنه مش في النادي. على فين يا شباب؟ انا رايح على سهره، عندي سهره الليله. تبيع الجنه عشان سهره؟ تبيع ربنا عشان سهره؟ تبيع الفردوس عشان سهره؟ على فين يا شباب؟ على رحله هقعد اسبوع انا واصحابي وصحباتي. هو الدين يسر ولا ايه؟ مش الدين يسر، مش عسر. العسر انك تودي نفسك جهنم، العسر انك تضايقها على نفسك في جهنم. على فين يا شباب؟ على الشو تايم اتفرج على المغني اللي بحبه. انت بتحرم نفسك من متعه عظيمه في الاخره عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا. على فين؟ على الشاتنج. انا ورايا البريف سبوت الليله، انا ورايا شاتنج الليله على الفيسبوك. طب وانت بتشيت مع مين؟ انا بشيت مع اولاد وبنات. طب يا ابني لو الناس كلها ضيعت نفسها في النار تودي نفسك معاهم ليه؟ على فين يا شباب؟ على الماتش ده الساعه 10 الصبح لسه والماتش بالليل. رايح احجز مكان، تحجز مكان ايه يا ابني؟ والصلاه
هصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طب نكلم مين؟ طب نروح لمين؟ طب ننجد شباب امه محمد ازاي؟ على فين يا امهات؟ على المطبخ اجهز السحور والفطار واغسل. طب على فين يا اباء؟ على الشغل. انا يا ابني الصبح في الشغل والظهر في الشغل وبالليل في الشغل، هكفي احتياجات الحياه ازاي؟ طب نكلم مين؟ طب مين اللي ينقذ شباب امه محمد؟ طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيه يا جماعه؟ احنا عدنا عايشين في غيبوبه يا جماعه، غيبوبه من ولسه الاطفال بيدخلوا في الغيبوبه. الطفل تلاقي كل حياته السبيستون وافلام الكرتون ورنات المحمول، اتمسك من هو طفل. الطفل يكبر ويبقى شاب في ثانويه عامه وبنت في ثانويه عامه والغيبوبه تزيد، يقعد يذاكر وفي الدروس ليل نهار، يرجع اخر اليوم ما هوش شايف قدامه. ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش على المكتب تذاكر. لا فكر في صلاه ولا كلمه هو صلى ولا ما صلاش. الشاب يخرج من ثانويه عامه يدخل الجامعه، الغيبوبه تزيد اكتر واكتر. البنت يبقى كل همها البادي والبنطلون الجينز والبرفان وفتى الاحلام الروش اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري. والشاب كل همه العربيات واللف بيها والبلاي ستيشن والشات على النت والمصايف والكوره والنوادي والقهاوي والراب والجاز واغاني الميتال واغاني الهارد روك والتدخين والمخدرات والمعازف. كل هم الشباب في حياته كده. بعد كده التخرج يجي يتخرجوا، الغيبوبه تزيد اكتر واكتر. تلاقي الشاب ماسك السي في بتاعته قاعد يلف على الشركات محدش بيقبله، وبعد كده يروح يقعد على القهوه مستني اي حل، وهو ركعتين في بيت ربنا يحلوا كل مشاكل حياته. بعد كده يدخل طول الليل يسهر قدام النت يدور على واحده اجنبيه يتعرف عليها يمكن تسفره بره، ولا يطلع على شرم الشيخ يغسل مواعين يمكن يتعرف على واحده يتجوزها ويسافر معاها بره. شباب غيبوبه. والبنات قاعده تلف على الاتيليهات تشوف فستان سواريه عشان صاحبها اللي هيتجوز النهارده لما جه في الجامعه صاحبها كذا سنه، ولما جه يتجوز ما فكرش فيها. وكل ما يجي فرح تشوف اسوأ فستان سواريه يمكن حد المره يفكر فيها كزوجه مش يفكر فيها كاي شيء تاني. غيبوبه. لما يكبر الشباب ويبقوا اباء وامهات الغيبوبه تزيد اكتر. تلاقي الاب قاعد مهموم مش عارف يعمل ايه. البنت اللي اتجوزت دي البنت المخطوبه دي هجوزها ازاي؟ واجيب لها عفش يشرفنا قدام جوزها ازاي؟ والبنت اللي لسه ما تقدملهاش حد دي هتتجوز ولا لا؟ والولد اللي اتخرج ده ومش لاقي له شغلانه، والولد اللي عايز يتجوز ومش عارف اجوزه، والواد اللي في ثانوي اللي مقطعني كروت محمول وما عدتش عارف اقضي طلباته، وازازه الزيت وطابور العيش. اعمل ايه؟ بس لما بيجي الماتش كل ده بينتهي، كل ده بيروح. يفضل الراجل قاعد قدام الماتش لما يجي جون كانه بشر بالجنه، ولما ال10 لعيبه اللي بيلعبوا بتوع فريقه كانهم ال10 المبشرين بالجنه، وحارس المرمى ده حامي حمى الامه. يلا يا بطل الله ينصر دينك، احمي المرمى بتاعنا من طلقات الاعداء. والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الانصار، ولو راحوا ولو راحوا الملعب يشجعوا هناك يبقوا المهاجرين. وما هوش واخد باله ان بنته وهو قاعد قدام الماتش بتقول له مع السلامه يا بابا، لا بص للبنطلون اللي لابساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رن لها قبل ما تنزل ولا رايحه فين ولا هتقعد امتى، واخوها طالع وهي نازله ما بصلهاش، وابوه ما بصش للسواد اللي تحت عينيه والسواد اللي على شفايفه. ازاي يا جماعه؟ ازاي وصلنا للمرحله دي؟ ازاي امه محمد بقت عايشه في الغيبوبه دي؟ ازاي؟ زمان من 1400 سنه لو كنا وقفنا في المدينه المنوره وقلنا على فين يا شباب؟ على فين يا ام سلمة؟ انا رايح اهاجر لله ورسوله. على فين يا سلمان؟ انا سايب الدنيا ووطني وبلدي وطالع ادور على حد يوصلني لربنا. على فين يا معاذ يا ابن عفراء؟ النبي اتشتم، ابو جهل شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا طالع في غزوه بدر عشان انتقم من ابو جهل. على فين يا ابن عباس؟ انا هلف الدنيا كلها عشان اطلب علم، عشان اعلم الدنيا كلها. على فين يا معاذ يا ابن جبل؟ طالع على الشام واليمن اعلم الناس دين ربنا. على فين يا مصعب؟ طالع على المدينه المنوره عشان افتح المدينه بالدعوه الى الله قبل ما مكه تتفتح ب9 سنين. على فين يا صهيب؟ سايب عمرك وفلوسك في مكه ورايح فين؟ رايح هاجر لله ورسوله انصر دين الله. على فين يا شباب الصحابه؟ على دين ربنا، على نصر دين ربنا. على فين يا خالد بن الوليد؟ رايح افتح العالم وزلزل عروش كسرى وقيصر عشان الاسلام ينتشر في العالم وعشان انتوا بكره تطلعوا مسلمين. يا شباب وصلنا لفين يا شباب؟ انا عايز اقول لك يا بنتي، عايز اقول لك يا حبيب قلبي، انا احكي لك قصه حياتك، احكي لك قصه حياتك اللي هتشوفها صوت وصوره لو ما صلحتش الوضع بسرعه، صوت وصوره ساعه العرض على الله. احكي لك قصه حياتك كلها خمسات. اول 5 سنين في حياتك كنت لسه طفل صغير، كل قضيه حياتك البامبرز وكابتن ماجد وغريندايزر والرضعه كان دي كل حياتك. كبرت ال5 سنين التانيين بدا الفكر يتغير، بقيت عايز
عايز الشوكولاته وعايز المصروف وعايز ابوك يشترك لك في النادي وعايز تلعب كوره وعايزه يجيب لك كوتش حلو وعايز تبقى لعيب حريف. الخمس سنين التالتين جم، بقيت عندك 15 سنه، الفكر بدا يتغير، بقيت عايز الحزام العريض والبنطلون الجينز وماركه التيشيرت وماركه البنطلون، وبتبص للبنت وعايز تكلمها وعايز تضرب شعرك جل ويبقى منظرك كويس يلفت البنات. الخمس سنين الرابعين بدا عينيك تتفتح على الدنيا بقى، بدات تفكر في سهره حلوه، في سجاره ملغمه، في عربيه تلف بيها، ابويا اللي ما طلعش نصاب زي ابو فلان يعرف يجيب له عربيه، في محمول بس رنه مش اي رنه. بدات تفكر في واحده تحبها وتحبك، بدات دماغك تتغير. الخمس سنين اللي بعد كده بدات تدخل في الخنقه والاكتئاب والضيق والحبسه، اتخنقت من المعاصي، عملت كل حاجه، ما عادش في حاجه ممكن تعملها وما عملتهاش. بقيت بتقعد قدام الشات ولا قدام الدش، ما عدتش بتسمع الاذان. كنت قبل كده بتسمع الله اكبر بس ما بتنزلش، الوقت ما عدتش بتسمعها، اتختم على ودانك. اخاف احسن يتختم على قلبك. وصلت للمرحله الخطر، مرحله انك انت ربنا هتحرمك انك تسمع كلمه الله اكبر. المرحله الخطر مرحله الضياع. ازاي يا امه محمد؟ ازاي يا شباب وصلونا للمرحله دي؟ ازاي وصلوا شبابنا رجالتنا ان هم يبقى فكرهم محاضره الصبح واقفه في الجامعه بعد الظهر وسهره بالليل؟ ازاي وصلوا البنات انها تمشي بالشميز والبنطلون الجينز في الشارع؟ ازاي وصلونا للمرحله ديت؟ ازاي مقارنه ما بين عائشه وبنت من بنات الايام دي، مقارنه ما بين شباب الصحابه وشباب الايام دي، ازاي الصوره دي اتغيرت؟ ضحكوا علينا ازاي؟ ازاي وصلوا الاباء ان هو يشوف بنته لابسه لبس بنات الرايات الحمراء في مكه ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش بيلبسوه، ويديها فلوس ويقول لها خلاص وما يكلمهاش؟ ازاي وصلونا؟ ازاي تلفزيوننا؟ ازاي بقى ده تلفزيوننا؟ تلفزيون امه محمد؟ ازاي بقى دي نوادي امه محمد؟ ازاي بقى دي جماعات امه محمد؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي يا شباب؟ يا جماعه سلسله على فين يا شباب؟ سلسله قاطره انقاذ، قاطره. السلسله دي باذن الله مقدمه قاطره، العربيه اللي في اول قاطره طويله، لو مشينا مع بعض ان شاء الله هنكمل مع بعض لسه باذن الله. ربنا احيانا حاجات كتير. الطريق طويل يا شباب عشان الغيبوبه دي نفوق منها، الطريق طويل يا شباب عشان نرجع نعكس الوضع بقى، النكسه اللي حصل دي نرجع زي زمان زي الصحابه. الطريق طويل، سد الفجوه ما بين زمان وما بين الوقت فجوه رهيبه. الطريق طويل يا شباب. انا هدفي ان ال 30 يوم اللي احنا مع بعض فيهم دول تتوب 30 مره باذن الله لربنا، 30 مره مع كل حلقه تتوب لربنا، مع كل حلقه تجدد التزامك كله. انا بكلم مين؟ انا بكلم من اول اللي لابسه لبس وكاشفه شعرها بطريقه كانها مش عارفه ان في نار، لغايه اللي لابسه النقاب ومتكحله من تحت النقاب. انا بكلم من اول الشاب اللي قاعد في العربيه قاعد يرقص جوه العربيه مع الموسيقى اللي مشغلها في مارينا، لحد اللي مربي لي دقنه نايم في السرير. انا بكلم مين؟ انا بكلم الشباب اللي قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتشتم، قالوا له معلش يا رسول الله مشغولين، الدوره الافريقيه، بعدها الدوري العام، بعدها تصفيات ستار اكاديمي، بعدها الامتحانات، بعدها المصايف والصيف ما يتعوضش. قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بكلمكم كلكم يا شباب، انا بكلمكم بقول لكم هدفنا دلوقتي هدفنا خطير، هدفنا نقله خطيره. انا عايز السلسله دي تبقى نقله في حياتك باذن الله، نقله عظيمه في حياتك. على فين يا شباب؟ الوقت اي شاب، انا على القهوه وانا على النادي وانا على الشات وانا رايح الكوافير وانا على دولابي ولا على محل هدوم اجيب اسوأ موديلات. عايزين عم السلسله تخلص باذن الله. على فين؟ لا عايزين الليله. على فين؟ على اسره فقيره كفولها. على فين؟ على صاحبي رايح ادعو الى الله. على فين؟ على انا رايح المسجد اصلي جماعه. على فين؟ على رحمي اصلهم. على فين؟ على ايد امي وابويا ابوسها. على فين؟ على الدنيا نغيرها، على الجامعه نغيرها، على امه محمد نفوقها. على فين؟ على الطاعه والدين والقران وحلقات التجويد والدروس. على فين؟ احنا في السلسله ديت انك تعرف هتختار انهي طريق من الاثنين. على فين؟ الطريق ده بيودي على فين والطريق ده بيودي على فين، وتختار من الوقت. ايه يعني لو انا جيت وقلت لك ادي اوضه اهي، الاوضه دي فيها يعني ممكن الواحد يزني فيها والعياذ بالله، ولكن هتطلع منها في اوضه ثانيه نار هتتحبس فيها، مين اللي يوافق؟ محدش يوافق ابدا، لا يمكن حد هيوافق ابدا. عشان كده يا جماعه انا عايزكم تختاروا. هدف السلسله دي انك تتغير. السنه اللي فاتت في رمضان ما اتغيرتش ليه؟ رغم انك جيت وصلت ما اتغيرتش ليه؟ ايه المانع؟ ليه ما بتتوبش؟ ليه ما بتنطلقش؟ لماذا لا تلتزم؟ ايه اللي منعك؟ كيف تتغير؟ كل دي الاسئله دهيت اجابتها ان شاء الله في السلسله دي. ازاي تنطلق الى الله؟ هدف السلسله ديت ان كل واحد فينا يقول انا يا رب جه الوقت اللي هرجع لك فيه يا رب.
هدف السلسله دي انك ما تندمش. ما حدش يندم لما يشوف قصور الجنه ورياض الجنه، ما يندمش انه حرم نفسه منها في الدنيا. هدف السلسله هدف السلسله ديت ان يحصل نقله في حياتنا، يبقى 24 ساعه في حياتنا على فين يا شباب؟ على ربنا. عاوزك يا رب، عاوزينك يا رب. هدف السلسله دي انك تاخد قرار، انك تاخد قرار. اللي مش محجبه تاخد قرار، اللي مش ملتزم ياخد قرار، الملتزم اللي ما فيش ولا واحد التزم على ايده لغايه دلوقتي ياخد قرار، المنقبه اللي نايمه في بيتها وملتزمه سلبيه، الاخوات على ما تفرج ياخدوا قرار. امراه فرعون خدت قرار، اتخلت عن لقب سيده القصر الاولى وخدت سيده الجنه الاولى مع 3 نساء، 4 نساء كملوا في تاريخ البشريه. قاتل الماء خد قرار، ساب وطنه وبلده وكل حاجه وراح لربنا. امراه عمران خدت قرار، قدمت اغلى ما تملك لله، قدمت بنتها مريم لله سبحانه وتعالى. هدف السلسله رمضان مش موسم طاعه بعد كده 11 شهر نعصي ربنا نضيع حسنات شهر. رمضان يا جماعه موسم ان احنا نقف مع نفسنا وناخد قرار، تغيير فكر ووجهه وطموح. انا عايز طموحك يتغير، انا عايز كل حاجه فيك تتغير، انا عايز كل حاجه في نظرتك وبصيرتك ورؤيتك وارائك وطموحك وافكارك ومنهجك ورسالتك في الحياه تتغير. عايزين نتغير يا شباب. السلسله دي طوق نجاه، طوق نجاه باذن الله سبحانه وتعالى. انا مش هسيبك. انا لو اختي عايزه تخرج من الباب وبره الباب حفره نار، مهما قاومتني مش هسيبها، مش هسيبها تضيع نفسها. انا مش هسيبك. لو انت مش عايز تيجي انا اللي هجيلك، احنا اللي هنجيلكوا يا شباب. هدف السلسله ديت ان كلنا يوم القيامه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى كلنا مع بعض واحنا رايحين للنبي، نشرب كلنا مع بعض من حوض النبي، ندخل كلنا مع بعض ان شاء الله من الفردوس الاعلى، نروح كلنا مع بعض ننظر لوجه الله الكريم، كلنا نبقى صحبه في الجنه زي ما كنا صحبه في الطاعه في الدنيا. هدف السلسله ديت هدف كبير قوي قوي يا شباب، قوي والله. احنا دلوقتي في قافله انطلقت الى الله سبحانه وتعالى، قافله لانقاذ شباب امه محمد. لازم كله يشارك، لازم كله يبقى معانا. يعني انا دلوقتي عايز انقل لكم قصه، لما يعني قصه مبهره تبهر اي انسان. قصه واحده اسمها ام كلثوم. عارفين ام كلثوم؟ مش ام كلثوم بتاعت الايام دي، بتاعت جيل الغيبوبه. ام كلثوم بتاعت جيل اليقظه. ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط. ام كلثوم دي يا شباب كانت بنت فتاه ضحت بكل حاجه عشان ربنا. يا ترى ضحت ازاي وربنا اداها ايه؟ ام كلثوم كانت بنت عقبه بن ابي معيط. عقبه اللي حاول يختال النبي وشد على رقبه النبي عليه الصلاه والسلام الهدوم في صحن الكعبه، والنبي وجب لركبتيه، النبي وقع واغشى عليه الصلاه والسلام. ولما جه ابو بكر مسك النعل وقعد يضرب ابو بكر لغايه ما خلى وش ابو بكر وظهره كله دم. وعقبه بن ابي معيط اللي قعد يضرب بظهر رجليه ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبايديه يرجع راس النبي عليه الصلاه والسلام لورا في صحن الكعبه عشان يموت رسول الله. عقبه اللي قام جاب صلى الجزور وقام حطه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في صحن الكعبه عليه الصلاه والسلام، رسول الله في صحن الكعبه بيصلي وبيسجد لله. عقبه بنته تتوب وتلتزم وتسلم، بنت عقبه بن ابي معيط. عقبه ده مش عقبه، ده عقبه. بنته اسلمت، دخل في قلبها نور الايمان. بنت صغيره، فتاه صغيره، ممكن تكون في سن بنات ثانوي وقت ما اسلمت، ممكن تكون في سن بنات اول جامعه وقت ما اسلمت، وتكتم اسلامها ومش عارفه تقول ايه، هتواجه مين؟ ده بنت طاغوت من الطواغيت اللي حاربت الاسلام. وتمر الايام ويجي الهجره ويهاجر الصحابه ويسيبوا مكه وتفضى عليها مكه ومش عارفه تعمل ايه، ويجي بدر ابوها يتقتل في بدر عليه لعنه الله، مش عارفه تعمل ايه. دخلت في سن الجواز، بدا العرسان يتقدموا لها. يا ام كلثوم، يا ام كلثوم هتوافق على مين؟ مش وافق على حد. ازاي؟ انا مش عايزه اتجوز. مش عايزه تتجوزي ليه؟ مش قادره تقول، مش قادره تعلن. وتمر سنه 2 3 4. يا بنات يا اللي عايزين تتجوزوا حتى لو شباب ما بيصلوش، ازاي؟ يا ام كلثوم هتعملي ايه؟ مش عايزه. هي مختاره ربنا سبحانه وتعالى، مستنيه ما تيجي لحظه فرج. يا ام كلثوم، يا ام كلثوم على فين يا ام كلثوم؟ يا ام كلثوم ده انت بنت صغيره والدنيا قدامك، انت مش عايزه ماست ليف ماي لايف ولا ايه؟ لا انا عاوزاك انت يا رب. يا ام كلثوم ده انت الحياه كلها قدامك، البسي اللي انت عايزاه واتكلمي مع اللي انت عايزاه وانطلقي واطلعي الرحلات اللي انت عايزاها. لا انا عايزاك انت يا رب. طب وبعدين؟ وتيجي الضربه القاصمه والمفاجاه، صلح الحديبيه، لما النبي اتصالح مع المشركين على ان ما فيش واحد يجي مسلم ابدا الا والنبي يرده للمشركين. ام كلثوم وقفت في صدمه، ما عادش ينفع تستنى اكتر من كده، لازم تهاجر. بس هتهاجر ازاي؟ لو اهلها عرفوا يقتلوها، وهتهاجر الطريق من مكه للمدينه الوحيده ازاي؟ ما تقدرش تقول لحد، تقدرش تعلن قدام حد. وامها واخواتها عماره والوليد ووطنها وبلدها والارض اللي نشأت فيها، ولو راحت هناك والرسول ردها تبقى مصيبه، هيذبحوها على طول. طب هتعمل ايه؟
بس ما عادش ينفع تاخر اكتر من كده. تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجره الى الله ورسوله في حركه بطوليه ما فيش حد في التاريخ، ما فيش امراه في التاريخ عملتها، وتطلع مهاجره منطلقه الى المدينه. ام كلثوم على فين يا ام كلثوم؟ على ربنا. على فين يا ام كلثوم؟ على فين يا بنتي يا شابه يا صغيره اللي سبت كل حاجه عشان ربنا؟ على فين؟ سايبه امك ورايحه على فين؟ رايحه على طريق ربنا. سايبه وطنك ورايحه على فين؟ على طريق ربنا. سايبه الدنيا كلها واخواتك وبلدك ورايحه على فين؟ رايحه على طريق ربنا. انا اخترتك انت يا رب، انا مش هأخير بينك وبين اي شيء الا وهختارك انت يا رب. انا اخترتك انت على كل شيء في حياتي يا رب. انا جايه لك عاوزاك انت يا رب. ام كلثوم تطلع مهاجره وتوصل للمدينه، واول ما توصل للمدينه تحصل الصدمه لاهل المدينه كلهم. هيعملوا فيها ايه؟ هيعملوا ايه؟ يردوها؟ هيقتلوها؟ طب وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام هياخد قرار فيها ايه؟ والصحابه قاعدين كلهم مستنيين. ام كلثوم هنرجعها ازاي؟ هنرجع اللي ضحت بكل حاجه عشان ربنا ازاي؟ وهي واقفه مستنيه، والنبي مستني، والصحابه مستنيين، ويصدر القرار من فوق 7 سماوات. ينزل الملك سيدنا جبريل 7 سماوات بقرآن، بسوره كامله من سور كتاب الله، سوره كامله على اسم ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، سوره كامله ربنا بيقول للنبي اوعى ترجعها، اوعوا ترجعوها، حتى لو قامت حرب بينكم وبين مكه اتقتل فيها الاف المسلمين، حتى لو سال دمكم كلكم، حتى لو اتقتلتوا كلكم، اوعوا ترجعوا ام كلثوم. ربنا ينزل سيدنا جبريل بسوره الممتحنه، الممتحنه اللي هي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار. انتهت القضيه. ينزل القرار السماوي في شان ام كلثوم ان دي ما ترجعش، الكنز ده ما يتفرطش فيه، النور اللي في قلبها ده ما يتسابش يضيع ابدا، وتهاجر ام كلثوم لله ورسوله، وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصوره دهيت. والنبي عليه الصلاه والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف، من احسن الصحابه دينا ومن اغنى الصحابه. جوازه ما فيش واحده تتمناها، ما فيش واحده تحلم بيها. جواز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا اختي، يا بنتي في الله، يا حبيب قلبي، يا اخويا، يا شباب، يا شباب، احنا مش عايزين نبقى زي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، مش عايزين نتحدى الدنيا كلها، مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا، نكسر كل الشهوات اللي حوالينا. الواحد هيتجنن، هيتجنن. شباب امه محمد وصلوا للدرجه دي ازاي؟ النت الواحد ما هوش عارف يدخل على موقع اسلامي من غير ما يلاقي صور بتتحدث ويلاقي حاجات غريبه. الدش ما هوش عارف يقلب على قناه اسلاميه قبل ما يجي لك 20 قناه بصور ما يعلم بها الا ربنا. الشارع ما عدناش عارفين نمشي فيه، ليل الخميس والكورنيش وشو لبس البنات وشكل الشباب والعربيات والاغاني والكاسيت والكره السياحيه. ايه يا جماعه؟ ارض المسلمين اتملت بالضلال ده كله ليه يا جماعه؟ يا شباب الاسلام عمرتوا الارض بالمعاصي ليه؟ يا شباب امه محمد على فين؟ خد بالك، كل واحد له وجهه في الحياه. لو انت ما انتش عارف انت رايح على فين، في حد جاي عليك، ملك الموت جاي عليك. اوعى تغفل، لازم يبقى ليك وجهه في الحياه. هدف السلسله ديت ان انا اقول لك انك تختار. هدفها ان الطفل لما اتولد بداوا اهله يعلموه ان نص الدرجه الثانويه العامه دي كارثه، وان عقد العمل ده فرصه، وان الفلوس دي هي اللي بتحرك الحياه. انا جاي النهارده عشان اقول لك ان الفكر ده كله غلط. انا جاي النهارده عشان اقول لك ازاي نوصل للجنه، مش ازاي نوصل للفلوس في الدنيا، ازاي نوصل للجنه. السعاده، ازاي نوصل للسعاده. في ناس افتكروا ان السعاده في اللبس والمكياج والموديلات، نزلت ودفعت اهلها الوفات وخست نص وزنها وهي بتجيب الموديلات اللي هي عايزاها، وبعد كده ساعتين حمام كريم وساعتين حمام خيار بالزبادي على وشها، وفي الاخر نزلت لقوا الناس بيبصوا على بنت تانية اتعست واتقهرت. في ناس افتكرت السعاده في الفلوس، جرت وراها جري الوحوش، وما جت الفلوس ما لقتش نفسها سعيده. في ناس افتكرت السعاده انه يتجوز من بنت حلوه، ذل نفسه لابوها واخوها وعمها وخالها وجيرانها، وما اتجوزها ما لقاش نفسه سعيد. انا بكلمكم عشان نعرف سكه السعاده يا جماعه. على فين يا شباب؟ على فين يا شباب؟ سلسله هدفها ان تعرفوا انتوا رايحين على فين، انكم تختاروا، انكم تعرفوا طريق الطاعه هيودي على فين وطريق المعصيه هيودي على فين، وتختاروا. هتختاروا الطريق ده ولا لا؟ هتختاروا ربنا ولا لا؟ هتختاروا الدين ولا لا؟ هتختاروا طريق رسول الله وحوض رسول الله والنظر لوجه الله ولا لا؟ هتختاروا انهي طريق من الاثنين يا شباب؟ على فين؟ لازم ناخد قرار، لازم نتغير، لازم ننقل نقله خطيره في رمضان ده اهو باذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا لاخطر فقره في البرنامج بتاعنا، فقره التوصيات يا جماعه. التوصيات، السلسله دي سلسله محاوله لانقاذ شباب امه محمد اللي بعاد عن ربنا. قال لها طب الحمد لله ده انا منقبه والحمد لله انا ملتحي. لا يا حبيبي، نظام الاخوه على ما تفرج دول انا بكلمهم قبل ما اكلم غير الملتزم. انا بكلم اللي مش فاهم يعني ايه دين، مش فاهم يعني ايه التزام
التزام. انا عايزكم كلكم يا شباب تبقوا من طراز وجعلني مباركا اينما كنت، تبقوا نور مصابيح ماشيه في الدنيا، تبقوا شخصيات تغييريه، تغيري صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه وتغير الحته بتاعتك وتغير شلتك وتغيري انتمتك وتغير الدفعه بتاعتك وتغير السكشن بتاعك وتغير الراوند بتاعك وتغير الكليه بتاعتك. انا عايزكم يا جماعه تبقوا مباركين اينما كنتوا، تغيروا كل وسيله مواصلات تركبوها، تغيروا بلدكم، تنقذوا امه محمد. الرساله دي، السلسله دي للجميع، حتى الاباء والامهات فوقوا معانا يا جماعه. ده انتوا اللي ربطونا، انتوا اللي بتاثروا علينا باقل كلمه، انتوا اكتر موجهين في الامه ده. ايه، هاتوا ولادكم وسمعوهم. عايزين يا جماعه التوصيه الليله ان كله يبعت كلاكسات، عايزين نبعت كلاكسات لكل الشباب. ابعتي كلاكسات لشلتك ولشلتك، ابعتوا كلاكسات بالايميلات، ابعتوا كلاكسات بالمسدات، ابعتوا كلاكسات بالمكالمات، ابعتوا كلاكسات بالزيارات. عايزين كله يفوق، كله ينضم لقافله انقاذ امه محمد، انقاذ شباب امه محمد. عايزين كله يفوق الليله. كل وظيفتنا كلاكسات، نعرف الناس كلها انها لازم تفوق، نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق. لازم الكلام، انا بقول كلام ايه، انا بقول كلام، الكلام ده مش هيتنفذ غير بيكم يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. كل ليله في رمضان لله وتقاء من النار. لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار، لازم يبقى برنامجك الليله انك تعتق من النار. لازم ندخل بدايه حارقه، بدايه محرقه، عشان نهايه رمضان تبقى نهايه مشرقه. لازم ننطلق الى الله يا شباب، لازم يا شباب نعرف احنا رايحين على فين، نبقى عارفين وجهتنا وهدفنا وطموحنا ورسالتنا في الحياه. عايزين نعتق من النار يا رب. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل هذه الليله ليله عتق رقابنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ايقظ امه حبيبك، اللهم اهد امه حبيبك، اللهم انجد امه حبيبك، اللهم يا رب انصرنا. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه محمد في هدايه الشباب والفتيات والرجال والنساء والاطفال. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على المجاهدين من امه محمد في نصره دينك في الارض. اللهم يا رب ايقظ قلوب الغافلين، اللهم يا رب اهد الحائرين والتائهين، اللهم يا رب ارشد الغافلين. اللهم يا رب خذ بنواصينا اليك، خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم يا رب اهدنا، اللهم انجد امه محمد، ايقظها، اللهم اغثها، اللهم انصرها. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا. تب علينا لنتوب، تب علينا توبه ترضى بها عنا، تب علينا توبه ترضيك يا رب. يا رب لا نرد بعد ان وقفنا على بابك. افتح لنا بابك، افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.